أنه كان عندي سرطان، فرديت أمري إلى الله الذي لا سواه وتركت علاج الأطباء، وقول يا الله يلي كنا نرتجي له رب الخلائق من ترجاه ما خاب، أنت العظيم أنت الرحيم التجي له، وأنت الذي بيدك مفاتيح الأبواب. دخلتنا يا الله جنة ظليلة دار الخلود ونعم من دار وأحباب، رفعت السماوات الطباق الثقيلة بليا عمد، والأرض في 6 بحساب، وبسطت الأرض بهالجبال الطويلة وفيها عيون الماء، وفتحت الأشعاب وجعلت الرمال المبعدة مستطيلة، وفيها الصحاري تنبت أنواع الأعشاب، وجعلت البحور وكل شيء في سبيله، والأرزاق وزعها على الشيب والشاب. أدعيك باسماك العظام الجزيلة تشفي مريض تخالف فيها الأطباق، وادعيه وحده ما دعينا بديله، في بطن جوف الليل والناس غياب. وهو الذي يسمع دعام التجيله في الثلث الآخر، والرجاء فيه ما خاب، ورجاي في اللي ما يضيع دخيله، وشفاي بيده والدواء كب الأطباب، يا من شفيت أيوب من ما جريله، واخرجت يوسف من وراء عدة أبواب، وعدت على يعقوب وشفى غليله، وابصر وشاف وكل شيء له أسباب. ويا من حفلت المصطفى في رحيله في الغار، يوم انه ابو بكر في الباب، ومع دلائل تايهين الدليله، وجعل خيوط العنكبوت على الباب. ويا من جعلت النار برد وسهيله على نبي حطم اصنام الاحزاب، ورا في المنام من ذبح ابنه السهيل اسماعيل، احب الناس عنده الاحباب، والابن جاوب لب من غير حيله، وقرب عليه الحد قطع على رقاب، ونفذ كلام الله ودمعه هميله، وربك فداه بكبش القرون هرجاب، ونجى سفينه نوح يوم الهويله، يوم بحرت فيها طيب القوم ركاب، ونبيك سليمان المعاجز ثقيله، وبمرك وصل له عرش بلقيس للباب، ويونس جلس في الحوت مده طويله، وخرج سليم وربك اشفاه ثم طاب، وموسى حفظها الله والله كفيله، في قصر خصمه عاش من ضمن الارباب، وعاده على امه بعد فتره قليله، واستبشرت به بتنعشه من الاحباب. ورزق زكريا بيحيى جيله، وحملته وهي عجزه تسحب سحاب، قال يا ربنا شيبه وكيف الوسيله، وعجوز عاقر كيف بيكون لنجاب، وجاوب له المعبود عندي سهيله، وكون نبي مولود الاثنين شياب، وكونت عيسى بطن مريم تشيله، وهي بنت ما جاها بشر قلبها اصطاب، قالت فضيحه يوم صلي قبيله، ونطقت بسبب لحد قلب خطأ. وكونت آدم ما سبق له مثيله، وكونت حواء يكثر نسل الأنساب وإسحاق والأصباط، ربي رضيله وداود هو إدريس لطلابهم جاب، وصالح وهود ولوط راعي الفضيله، وعمران وزيسع وهارون ما خاب، وذا الكفر قد أعطاه مده جزيله، وفي الجنة الفردوس ما واه قطاف، ونصرت في بدر الفيات القليله بقيات المختار، واله والأصحاب، ونزل ملائكته وسيفه وخيله نصره لدينه، والنبي قطع الأرقام في غزوة الأحزاب ليله مهيله، غدرة وخوف وجوع، والريح حباب عصف كم القوم، وعلى الرحيله وعود ابو سفيان مدحور، اصطابوا بليت جيش الكفر باكبر فشيله، وعددهم كثير، وخيل وعتاد والكاب، وحميت بيته وابرهه من تويله، وشتت جيشه في الصحاري والاشعاب، والفيل عود وابتلوا بالفشيله، والجيش نقب رؤوس الطير نقاب، وقوم لوط اهل الردى والرذيله، واغرد فرعون اللعين وخاب، وقوم نوح وقوم صالح نبيله، وقوم هود وعاد والدهر دولاب، يالله يا من شي سبول المخيله، تلطف بعبدك لقبل العبد الله. في يوم فيه الواسطه مستحيله، والمال واهل الجاه خمله والاطباب، في يوم حره ما يشابه مثيله، فيه العباد عراه ما فوقها ثياب، وكل حسب بالدقل والجبيل، هو مقدمه ابناه يحصوه كتاب اما الى رضوان جنة ظليله، مع قاصرة الطرف مسعاه ما خاب متهبا، ولا عسل سلسبيله شهد مصفى يسلفونه في اخواب وفوات كثيره، كل ما يشتهي له من عظمة الحوت والصوت والحجاب ولا سقط، نار حفظها كليله، جزاء ما قدم له حساب وعقاب، ومن قام بالاركان فالله رضي له، وامه وابوه يبرهم في العمل طاب، الله خلقك بخلق ماشي مثيله، وفضلك ورزقك تراه لك بالاسباب، وابوك لك ما تحنى مديله، وصابر على حر القوائل والاتعاب، امك على كتبات كانها عليله، وشلتك وتخليك من ثدي سكاب، يبون العوض منك وكلمه جميله، وخدمه فلقدهم في البيت شياب، من الله رضي له يخرجه في سبيله، ما له نفسه والذي حسب الاتعاب، ورفقة الطيب ورفقة الطيب هي احسن وسيله، وعلى طريق الخير يفتح لك ابواب، ومن رافق المولي وقع في الرذيله، ويقويه من درب الهدى درب الانشاب، ويحشر مع من حب قلبه دليله، وانت انتبه واحذر من اشرار الاصحاب، يا من عرج بالمصطفى يا من عرج بالمصطفى طول ليله على البراق، ورفقته عز الاصحاب جبريل مرسل له، وقد هو دليله، فلا جاء في باب السماء يطرق الباب، وصلبهم فيها وواصل رحيله، ويستقبلونه بالحفاوه والاعجاب، وفي المنتهى
فارق محمد خليله قبل جليل الملك وأعطاه ما خاب وفرض فروض، وقال هذه ثقيلة على أمتي ما يستطيعون الأتعاب وصبر ودمه يستبق في الجيل حتى تحقق مطلبه، والوعد طاب الخمس صلوا كل يوم وليلة على شيء الخلق وآله ورسوله. طيب فترأيت رؤيا في آخر الأبيات القصيدة هذا إن كأني أمشي بليل في طريق كأن في طريق مرصوصة بالرصاصة. والمرض كم له فيك؟ 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. وأنت ما خليت دولة، من ألمانيا إلى مصر عدة مرات، إلى الأردن عدة مرات، إلى سوريا، إلى العراق، السعودية 3 مرات، والإمارات 3 مرات. والدكتور قال ما عندك علاج. الدكتور آخر دكتور جيته قال هذا باي يبقى معك مدى الحياة. لا إله. لازم تأقلم مع المرض. فتركت الطبيب ولجيت إلى الله سبحانه وتعالى، وأترايا لي رؤيا اللي بشرت بالخير إن كأني أمشي مع طريق مرصوصة مع جبل، وعندما جيت عرض الجبل في الليل كأنه بليل، قم فيه بوابة، قم فيه واحد يوم نادى علي يقول أنت وين رايح؟ أنت وين رايح؟ هذا معسكر ولا يدخله إلا من هم من منتسبين المعسكر. فأنطقني الله أن أقول له أنا من منتسبين المعسكر. التقاني سلم علي قال عندك بطاقة تثبت على كلامك أنك من منتسبين المعسكر؟ قلت نعم. فأطلع كرت أبيض ما في جيبي إلا كرت أبيض في صورتي الشخصية وفي اسمي بالخط يعني. هذه رؤيا عشان الناس يدرون. هذه رؤيا. ففتحوا لي الباب دخلت، يوم تعديت الباب وان السماء خضراء والأرض خضراء والجبال خضراء وكأني دخلت في مكيفات مركزية. شيء 3 سطري في حياتي ما شفت. وفيه 2 أولاد صغار جابهم حمراء ما على رؤوسهم اغتر، على يمين الرصيف تعداني الأول والثاني تعداني، ويلتفت الأول ويقول هذه ليلة القدر، هذه ليلة القدر. وقلت أنا المقصود بهذه الكلمة لأني ما أعرف وين أنا. فحمدت الله واشكرته واصلت مشي واني في راس الجبل في اقرب وقت انتهت الرجل. لكن الجبل راسه مخزق بكمبريشن على مسافه 4 متر، خذ كومبريشن، وفيه لي من ليات مقطر بنص انش بادي راس اللي شوفها في الخزوق كله. اطرف ماسوره اقربها اللي ظهرت فيها نافوره مثل كذا على 1.5 متر تنزل وتلتوي على اللي مثل عجله الحبال، وانه عسل احمر، عسل احمر يبتني ويلتوي ما يصير. واقول عسل يطلع من جبل هذا الشيء الغريب. اي والله. والواحد من الاولاد يسمع صوته بعيد يقول هذا من عسل الجنه مو هم من عسلكم يا اهل الدنيا اللي تخشونه. اقسمكم بالله. الله لك الحمد ربي درى باحوالي درى بظروفي، هذا ان شاء الله انت شفت. التفت يمين يسار جركله معونه صحنه ملعبه. عبي فيه. هذا من العرب المرض. فنزلت على إيداتي وعلى ركبي فمسكت على الناس وقلت لو ما تجيب إلا نحس بسيط تطعيني من عسل الجنة. عندما مسكت عليها نفخاتني مثل الجركة اليوم تفتحه وتصب منه ما ولا له صوت، تدري له صوت كف. المهم اني مسكت عليه وهي قبت في بطني سالة وان العسل اللي ذا المكان. والله قلت الآن ارفع راسي قبل اطلش. رفعت راسي صحيح وان العسل صحيح حقيقة يقتل لكن باطني عافية. وقوم اولع لمبة المغسلة بالمجلس اشوف شيء على شاربي عسل ولا لحيتي ماشي. توضيت وديه لله ركعتين حمد وشكر في خلال اسبوع والحرقان خف. الاسبوع الثاني وهو خف اكثر. الاسبوع الثالث وكأن الله حط ثلج في باطني. هدت الامور. رحت الدكتور؟ شوف ذاك ما رحت له. جلس سنة شهر سافرت. برا المملكة؟ اي سافرت اليمن. أنا سافرت من الإمارات في آخر شيء هذا الكلام. طيب وسافرت اليمن. جلس سنة 4 أشهر. في واحد من الأولاد أولاد أختي جات حمى شوكية وأخذت سمحة. فسافرت به الأردن عالجتها حاليا نزيد 50% في وحدة منهم سويت سميها. قلت الآن دور خالك يا صالح أنا بروح أسوي منظار. جينا عند رجال شايب أردني مسلم. قلت أبغى منظار قال جيني الصايب. جيت دخل المنظار طلعها بسرعة ما أخذ عين. قلت يا دكتور أنا أعرف اللي يأخذ العينة بالملقاط. أنت ما أخذت عين. قال باطنتك 100% سليم لكن عندك روح النار شيء قديم ما له وجود. ايش عندك؟ علمته. قالت وين تعالج؟ قلت تعالج عند طبيب لطب. هو يفكر اني بدوي ما اعرف التسمية وهذا طبيب الاطباء اكيد انه رئيس جامعة في بلاد في امريكا اللي توصل الى حل السرطان.
قال من هو الدكتور؟ قلت الله ربي وربك ورب من في السماوات والارض. حكم علي بعض الاتقاء بما لا يملك ردة امري والله هلا والله هذا اللي حصل يا الحال طول عمرك. والان كم لك سنه؟ الان من 86. لا والله لا. من 96 لا. 96 ميلادي. ان 4 سنين الى 2000 وإن 15 19 سنه. 19 سنه. نعم. والامور ما عاد فيك شيء. والامور ولا شيء. الحمد لله. حتى حالي ما كنت انا كذا. الحمد لله. انت نصيت. وهي شنو كريم. هي؟ واللي يطلب طيب وش فيه؟ ليه ما طلب؟ من كريم ما يقل الخير. لم يقل. جنبت البشر ما يعالجون وهو الحمد لله رب العالمين. وهذه عبره لاي مريض او اي محتاج. شو طلعوه ميت؟ يطلب ربه في الثلث الاخير من الليل والله ما يخيب بالرفع ايدي. والله يشفينا واياكم ويشفي جميع مرضى المسلمين. شخص الله يبيض وجهك.